أسلفت وهي آية من سورة النحل، سورة النعم. قال الله عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وهذه أجمع آية كما قال ابن مسعود وغيره، قال أجمع آية في كتاب الله في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه أجمع آية. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، أمر بالفرض والنفل، العدل والإحسان زيادة، ونهى عن الظلم والباغي وغيره. إن الله يأمر بالعدل، وحديثنا سيكون في هذه الدقائق عن العدل. وضد العدل هو الظلم، وقد نهي عنه في هذه الآية: وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. البغي هو الظلم. والعدل كما يعرف، وأحسن تعريف عندي وأسهلها، أن العدل هو وضع الشيء في موضعه. وضع الشيء في موضعه، هذا هو العدل. مرات الأمر لابد فيه من حزم ومن قوة، ولا يصلح فيه الرحمة واللين. فإن وضعت الرحمة فيه واللين، هذا ليس بعدل. العدل أن تجعل هذا في موضعه وذاك في موضعه، يعني كل شيء في مكانه. نعم، هذا هو العدل. هذا بصفة عامة، وإلا يعرف بتعاريف كثيرة، لأنه أبسطها وأشملها، لأنه عنده أقسام، كل قسم قد يكون له تعريف أو مفهوم. العدل قد جاء الإسلام ونوه بالعدل، بل أمر بالعدل ونهى عن ضده وهو الظلم. والله سبحانه وتعالى هو العدل، هو العدل سبحانه وتعالى. فنهى عن الظلم، وقد قال الله عز وجل في الحديث القدسي: إني حرمت الظلم يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فالله عز وجل قد حرم الظلم عن نفسه سبحانه وتعالى. وكلمات الله عز وجل عدل، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. فالله عز وجل هو العدل، كما قال عن نفسه يوم القيامة: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين وما ربك بظلام للعبيد ولا يظلم ربك أحدا. قلنا ضد الظلم هو العدل، ونهى عن الظلم سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان من أعدل الناس عليه الصلاة والسلام. والعدل يكون مع القريب والبعيد، مع الصاحب المحب أو الشانئ المبغض. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهكذا ينبغي للمسلم أن يكون عادلا مع الناس جميعا. قد يكون الإنسان عادلا مع أقرب الناس إليه، ولكن مع غيره ممن يبغضه يكون ظالما، ونهى الله عز وجل عن هذا. قال الله عز وجل، نأتي بموضعين: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء. قوامين بالقسط بالعدل، كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. ولا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، يعني أمرك الله عز وجل بالعدل ولو مع نفسك. يعني إن كنت ظالما مخطئا فأقر بهذا، الحق عليه نور. نعم. وقال الله عز وجل في شأن المبغض، وقد عبر عنه هنا بالشنآن. الشانئ في اللغة هو المبغض، الذي يبغضك ويكرهك يسمى الشانئ. كما في أقصر صورة
من القرآن، وهي سورة الكوثر: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. لأنه لما مات ولد للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا قطع وبتر نسل رسول الله، نسل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فأنزل الله عز وجل: إن شانئك، إن مبغضك هو الأبتر المقطوع، أما أنت فرفعنا لك ذكرك. فلا يذكر الله إلا ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالشانئ هو المبغض. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، أو يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، العكس، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. لا يحملك أيها المخاطب أيها المسلم بغض قوم، بغض أحد على ألا تعدل معه، فأنت مأمور ومطالب بالعدل مع الناس جميعا، مع الحبيب والبعيد، مع الحبيب والمبغض. فهذا لابد أن يتنبه الإنسان إليه، لأن النفس أمارة بالسوء كما قال الله عز وجل: إن النفس لأمارة بالسوء. هذه النفس التي بين جنبيك تأمرك بالسوء. قد تستطيع أن تغلبها في بعض المواقف بأن تعدل مع الناس الأباعد، ولكن إذا كانت مع نفسك أو مع أقرب الناس إليك أو مع الغني أو مع الشريف أو مع ذي الوجاهة وذي المكانة وذي الرتبة، ظلمت غيره لأجله. هذا من أشد الظلم، فينبغي أن يتنبه الإنسان: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. لازم العدل، لابد ولازم. هذا أمر واجب، لابد لكل فرد أن يعدل، كان حاكما أو محكوما. ومن كان حاكما كان الخطاب موجها إليه والعقوبة أشد، فهو مطالب بأن يعدل. بل قال بعض العلماء: إذا جاءك طفلين صبيين يختصمان في شيء ولو كان أمرا تافها وهما غير مكلفين، فأنت هنا حاكم مأمور بأن تعدل بين الطفلين. سبحان الله. فما بالك بمن يحكم الناس؟ فما بالك بمن هو أدنى منه، مدير في شركة، في مؤسسة، غيرها. أنت مطالب بأن تعدل مع الناس جميعا. ولا يحملك، دائما قلها، ولا يحملك بغض أو موالاة شخص أن تظلمه. لا، لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. والله عز وجل قد قال: إن الله يأمركم أن تودوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. قال الله عز وجل: وزنوا بالقسطاس المستقيم. القسطاس المستقيم حتى في معاملتك مع الناس، في معاملتك مع الناس، في أقوالك، في أفعالك، لابد أن تزن بالقسطاس المستقيم الذي لا اعوجاج فيه. الله عز وجل في سورة المطففين قال: ويل، والويل هي كلمة تهديد وتخويف، وقيل هي نهر في جهنم والعياذ بالله تستعيذ منه جهنم. قال: ويل للمطففين. من هم هؤلاء المطففين أو المطففون؟ قال: الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. يوم تقف عند الله عز وجل ويكلمك، ليس بينك وبينه ترجمان، فتنظر أيمن منك فلا ترى إلا ما قدمت، وأشأم منك فلا ترى إلا ما قدمت، وتلقاء وجهك تجد النار. قال: إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. هذا قد يذهب ظن بعض الناس إلى أن الميزان الذي يزن به ذلك الخضار أو البائع، نعم هذا هو مقصود، هذا هو ظاهر الآية، ولكن أنت مطالب بأن تزن بالقسطاس المستقيم في كل شيء، في كلامك، في معاملاتك، في أحكامك على الناس، فأنت مطالب، وإلا صرت مطففا ويصلك هذا
الويل والعياذ بالله سبحانه وتعالى. نضرب لذلك مثلا، هذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيد الخلق أجمعين، وإنك لعلى خلق عظيم. كان خلقه القرآن. كيف يكون القرآن خلقك وأنت تعمل بعكس ما جاء به؟ نعم، كان يمتثل أوامره يجتنب نواهيه. الحديث في الصحيح المعروف، أظن كنا نقرأه في الابتدائي في النظام القديم، أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية. بنو مخزوم من قريش، بطن من بطون قريش، سرقت وكانت ذات مكانة عالية بنو مخزوم. فقالوا من نكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الشفاعة، شفاعة في الحدود فيها تفصيل. قالوا ومن لها غير أسامة بن زيد. نعم، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه زيد، هذا كان تبناه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم لما جاء الإسلام ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. فجاء أسامة رضي الله عنه وأرضاه يشفع فيها، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم على أسامة، قال أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام خطيبا في الناس قال وأيم الله إنما أهلك من كان قبلكم كان يسرق فيهم الشريف، يعني ذا المكانة وذا الغني وغيرها، يسرق فيهم الشريف فلا يقيم عليه الحد، يعني يتركوه ويدعوه. وإذا سرق فيهم الضعيف، يعني الفقير بمفهومنا الذي ليس له معرفة وغيرها، أقاموا عليه الحد. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد، شفتك التواضع وهضم النفس، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. ويروى، نزيدوا دقيقة أو الوقت؟ إن شاء الله لأنه انتهى الوقت. انتهى الوقت. انتهى الوقت وانتهينا معه. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا للعدل حتى مع أبنائنا. وكنت أريد أن أضرب أمثلة في العدل، أنواع العدل في داخل الأسرة، لكن إن شاء الله فرص لاحقة نعم. بإذن الله. شكرا. اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك أستاذ. نلتقي الأسبوع المقبل إن شاء الله. إذا مشاهدينا مع أستاذنا الفاضل نكون قد وصلنا لنهاية عددنا لنهار اليوم. تقبلوا تحياتي، تحيات الطاقم الذي خدمكم في هذا الصباح المبارك. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، في أمان الله.